السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الباشمهندس أحمد عسل. في فيديو النهارده هنتكلم عن ال DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. جميل. طيب دلوقتي لما بنيجي نعمل أي شبكة أو أي توبولوجي زي ده، ففي كل الفيديوهات اللي شفناها في المرات اللي فاتت، نيجي نشوف إن أنا والله لما باجي أعمل هنا كده بكل مره ان انا بروح على الستاتيك وبكتب باساين اي بي ادرس. فتيجي تقول لي اوكي ما فيش فيه مشكله. طب بيظهر السؤال هنا ان ده مش واقعي، مش ده اللي انا بعمله في البيت. في اي شبكه انا بتعامل معاها، في الشبكه بتاعه البيت انا كل اللي انا بعمله مع الراوتر معايا في البيت ان انا باساين بكونكت بالشبكه سواء بالواي فاي او بالسلك. حلو. وخلاص ما بقى انا خلاص كده الجهاز بتاعي جزء من الشبكه وبيشتغل على هذا الاساس وخلاص. طيب إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ اللي بيتيح لي ده أو اللي بيكتب لي الIP dynamic. حلو، بيكتب لي الIP أوتوماتيك على طول أول لمّا أنا ب ب باوصّل جهاز بالشبكة هو الDHCP. طيب الDHCP ده إزاي بيشتغل؟ الDHCP بيبتدي أول حاجة بrequest اسمه DHCP discover. أو أي جهاز بيتصل بالشبكة بيبعت الإيه الmessage دي، بيقول والله أنا عايز IP، عايز يتحجز لي IP. فالمفروض إن الDHCP server يرد عليه بDHCP offer. حلو، اللي هو اتفضل ده IP متاح إن أنت تستخدمه، وده الDNS server بتاع الشبكة، وده الdefault gateway بتاع الشبكة بتاعتنا. طيب بعد كده بيرد عليه بدي اس بي ريكويست ان هو اوكي انا موافق، انا عايز الايه البارامترز او الايه الاي بي اللي انت بعته لي ده. بعد كده السيرفر بيرد عليه بيقول له اوكي تمام، كده انا حجزت لك الايه البارامترز والاي بي ده. طيب خلينا نشوف في التوبولوجي ده. هو عايزين نشوف مع بعض ازاي ان انا اقدر اسيت اب الدي اس بي سيرفيس دي على السيرفر زي ده. انا عندي هنا كمبيوتر ولابتوب والسيرفر. حلو، ومربطين معايا وكله مربوط معايا بسويتش. طيب خلينا نفتح. بما إن اول حاجه هنبتدي ناساين اي بي للسيرفر ده. طيب هاساين اي بي ايه 192.168.1.2. اضغط كده سبنت ماسك تمام زي الفل. طيب خلينا نروح على دي اتش بي سيرفيس وبعد كده دي اتش بي بانها سيرفيس. لازم نتاكد انها اون. وبعد كده ديفولت جيت واي، هنا ما عنديش هنا الراوتر فتمام مفيش فيه مشكله. ما عنديش دي ان اس. هخلي الاي بي نبتدي الرينج بتاعي يبتدي من اول 3. جميل. نفس السبنت ماسك مفيش فيه مشكله لان احنا بنتعامل مع كلاس سي. بعد كده سيف تمام مفيش فيه مشكله خالص. طيب حلو. لو جيت عملت هنا على البي سي وعملت اي بي كونفيجريشن عملت دي اتش بي. حلو. نيجي نعمل ريكوست هيبقى تمام بيريكوست عادي خالص. نيجي نعمل هنا اي بي كونفيجريشن، نيجي نعمل هنا ريكوست عادي خالص. تمام. طب هو الاي بي ده اهو في الشبكه عندي، الاي بي ده اهو هل الاي بي ده هو بيفضل على طول الى ما لا نهايه خلاص، ولما بقى وبيتعمل له والكمبيوتر بتاعي بيفقده امتى تحديدا؟ الكمبيوتر بتاعي بيفقده من بارامتر بيتبعت في الدي اتش بي ريكوست اسمه ليز تايم، اللي هو بيقول لك ان والله باي ديفولت كده الاي بي ده انت تفضل لو انت متصل بالشبكه يوم كامل. حلو. فبعد يوم المفروض ان انت بتعمل الكمبيوتر بتاعك يعمل ريليس للاي بي ده اهو ويطلب اي بي تاني. لو نفس الاي بي بتاعك موجود فعلى طول ممكن ايه الدي اتش بي يرجع السيرفر يرجع لك الايه يرجع لك نفس الاي بي تاني. طب هتيجي تقول لي ببساطه خالص ان انا دلوقتي يعني انا ما عنديش سيرفر في البيت، انا ما عنديش كمبيوتر في البيت مسؤول عن حاجه تانية، هو الراوتر بس المسؤول عن الجزئيه دي. جميل. فاجي اقول لك ببساطه خالص ان دي السيرفيس دي تبقى موجوده عندنا في الايه في الكومبو او الراوتر اللي بيبقى موجود عندنا في البيت. طيب توبولوجي زي ده قريب من شكل التوبولوجي اللي كان بتاع تاسك واحد. جميل. انا عايز اسيت اب برضه نفس القصه، عايز اسيت اب دي اتش بي سيرفر. عندي هنا الرينج بتاع الاي بيهات هنا هو 192.168.1.1 كلاس سي. حلو. وعندي وعايز اسيت اب الدي اتش بي سيرفر ده. طب ببساطه خالص هروح نفس اللي انا عملته بالظبط، ديسكتوب اي بي كونفيجريشن. هروح احط الاي بي ده على انه ستاتيك واقوم جاي كاتب ال 192.168.1.2. حلو. بس هنا انا عندي ديفولت جيت واي، فانا لان في راوتر هنا ف 192.1.1. الدي ان اس سيرفر بتاعي هنا اهو اللي هو ال 10.10.10.3. تمام. بعد كده السيرفيس هروح على دي اتش بي هعمل السيرفر ده اون. هنكتب الايه الاي بي بتاعي بتاع الديفولت جيت واي. نكتب كمان
الدي ان اس بتاعي، تمام، مفيش فيه مشكله. ونعمل الرينج بتاع الايبيات انه يبتدي من بعد الاي بي اللي انا حجزته للدي اتش بي. جميل. لو جيت بقى عملت هنا اهو، رحت على بي سي، ورحت على الديسكتوب، ورحت على اي بي كونفيجريشن، اعمل دي اتش بي، فاعمل ريكويست، اعمل ريكويست عادي خالص، مفيش فيه مشكله خالص. بس هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان انا لما انه خد اي بي وخد سب ماسك، وكمان الديفولت جيت واي والدي ان اس سيرفر اللي احنا كتبناهم في الكونفيجريشن بتاعت الدي اتش بي. جميل. يعني بص هنا اهو، الكونفيجريشن بتاعت الدي اتش بي اتكتبوا عادي، ما فيش فيهم مشكله. طيب، جميل خالص. طيب، في نقطه مهمه جدا، في نقطه مهمه جدا. احنا قلنا ان دلوقتي انا في التوبولوجي اللي انا بيبقى موجود في البيت هو حاجه شبه كده. انا ما بيبقاش عندي ديديكيتد سيرفر حلو للدي اتش بي. جميل. فانا بيبقى ممكن يبقى التوبولوجي ده قريب شويه للي بيبقى موجود في البيت. حلو. طيب، انا عايز اعرف ازاي لو انا عايز اعمل كونفيجريشن للراوتر ده هو، بحيث ان هو ايه افعل فيه الدي اتش بي. طيب، هنيجي نلاحظ هنا ان على المثلث الاحمر ده هو مش متفعل. ببساطة خالص هنروح نعمل على ده اهو، نعمل ايه كده اون. وانا عايز بقى اكتب افعل البورت ده هو، واكتب له واعمل له اساين هنا للاي بي بتاعه. وبعد كده نعمل هنا ونعمل اساين للاي بي بتاعه. تمام، جميل خالص. حلو. هنا طبعا انا هنشوف بعد كده نعمل كده اهو، نعمل ديسكتوب، اتاكد ان دول تمام ودول برضو تمام. طيب، عايزين بس نفعل البورت ده اهو. حلو. نعمل نعمل كده فورورد عشان كله يتعرف على بعضه، فورورد في التايم. تمام. طيب، احنا بقى عايزين دلوقتي ان احنا نكتب الكوماندز اللي ايه، اللي هتساعدني ان انا اكونفيجر الراوتر ده. كوماندز؟ لا استنى، بسرعه، انت جريت بسرعه، تعالى نعملها بالراحه تاني. لو دوسنا على الراوتر ورحنا على الفيزيكال السي ال اي اللي هي الكوماند لاين، اللي انا اقدر اكونكت بيها لو اقدر اعمل كونفيجريشن للراوتر، بدل ما انا بكون بعمل كونفيجريشن من الواجهه دي. لا، احنا عشان نعمل كونفيجريشن للدي اتش بي هنضطر نفتح الايه، السي ال اي دي. دوس انتر. حلو. فهو هنا، وبعد كده دوس مفروض، او لو ظهرت لك البرومت هنا لو هاشتاج وكونفج اف كده، فبنكتب، انا نعمل هنا اكزit كده اند، بعد كده ديسيبل. المفروض اول مره تتفتح لك بالصوره دي بالبرومت ده. جميل. طيب، ده الوضع ده اهو كده، لما تبقى كده بنسميه وضع اليوزر مود. طيب، انا عشان اروح ابتدي اعمل كونفيجريشن للدي اتش بي، لازم ابقى في وضع اسمه جلوبال كونفيجريشن مود. طيب، عشان اوصل للجلوبال كونفيجريشن مود بعمل ايه؟ بروح من اليوزر مود اعمل انيبل كده، ورحنا لوضع اسمه بريفليج مود. بعد كده اروح اعمل كونفيج كون دوت تي، كونفيجر كده تي. تمام. كده انا في الجلوبال كونفيجريشن. طيب، عشان ابتدي اكتب الكونفيجريشن بتاعت الدي اتش بي، بعمل اي بي دي اتش سي بي بول ماي بول، شبه لو جيت لو فاكر هنا كده، لو جينا عملنا سيرفيس هنا شبه اللي هي البول نيم. هنا انا بقى بس فايل بول نيم بتاعي هنا. طيب، نرجع تاني، ماي بول. تمام. ندوس خط انتر. كده انا في الكونفجريشن بتاعت الدي سي بي. طيب، انا اقول له ايه؟ انا بفعل ده للنتورك اللي هي 192.168.1.0. ليه؟ لان انا عندي كل اي بي بيبقى فيه اي بي، كل رينج من الاي بيات بيبقى فيه اي بيز بتبقى محجوزه. دوت زيرو ده اللي بيسمي الشبكه، ده بتاع اللي هو بتاع الاسم بتاع الشبكه. ودوت واحد قلنا الديفولت جيت واي. ودوت 255 ده بتاع البرودكاست، لما بيبقى انا عايز ان الجهاز، اي جهاز من الشبكه، ينادي على بقيه الاجهزه. جميل. طيب، وبعد كده هنكتب ايه؟ هنكتب السبنت ماسك بتاع الكلاس سي عادي خالص، زي ما بنعمل زي ما عملنا في الكونفيجريشن بتاعت السيرفر. طيب، دوت انتر. طيب، ايه الديفولت جيت واي اللي انت عايز تحطه؟ الديفولت جيت واي اهو، دوت راوتر. حلو. 192.168.1.1. تمام. طيب، دلوقتي انا كنت بسبيسيفاي دي ان اس، انا عندي دي ان اس سيرفر في الشبكه هنا، فانا ازاي اعمل له سبيسيفاي سيرفر دي ان اس؟ اكتبه، فاكتب دي ان اس سيرفر
وبعد كده اكتب الدي ان اس سيرفر بتاعي 10.10.3، اعمل انتر بس كده. لو جيت عملت هنا، رحت على اللابتوب، رحت عملت على اي بي كونفيجريشن، عملنا هنا ستاتيك، عملنا دي اتش بي، فبيسحب عندي هنا اي بي جديد، وعمل ديفولت جيت واي وبيسحب السيرفر عادي خالص. بعد كده عملنا هنا اي بي كونفيجريشن، بعد كده عملنا ستاتيك، عملنا دي اتش بي، هيسحب اي بي عادي خالص، هسحب الدي ان اس بس كده. اتمنى يكون الفيديو ده بسيط.